طيب المغرب يستضيف كاس افريقيا. نعم. لو يكون المسؤولين المغاربه امناء لازم يكتبوا رساله شكر لجماعه النظام الجزائري لانهم يقدموا لهم خدمات لا اول لها ولا اخر. هذا يعني يكون يعني يمشوا في الموضوع الى اخره، لازم يعترف. يعني لا يوجد خصم افضل من هذا، يعني خصم قاعد يسجل على روحه. فهمتي؟ الاعلام الرسمي بثلاث تقارير في نشره واحده تشتم في المغرب. جميل جدا. ما الذي فعل المغرب الرسمي؟ واش خسر عليه؟ خسر عليه بقلاوه وكاسته. وخرج المؤثرين الجزائريين اللي راحوا للمغرب يشكرون نختم بهذه يعني خلال هذا الاسبوع كان افتتاح لكاس افريقيا في المغرب، وكان هناك تناول مثير للجدل، للسخريه، للاستغراب من طرف الاعلام الرسمي لهذا الحدث. وكانت هناك جماهير جزائريه سافرت الى المغرب لمناصره الفريق الوطني، وشهد العالم مشاهد استغرب منها حتى بعض الصحفيين. أستاذ سفيان شويتر، هذا فيديو من مئات الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية الاستقبال، تصريحات الجزائريين، حالتهم هناك في المغرب، واستغرابهم من حالة ربما ما كانتش موجودة في ذهنهم، لأنهم كما قال واحد فيهم ذهبت وأنا مشحونا ببعض الأفكار. بين هذه المشاهد وما تراقبه في الإعلام الرسمي في الجزائر والإعلام غير الرسمي في المغرب حتى نكون منصفين. لا، هو فشل ذريع في سواء كان في المواقع التواصل ما يسمى بالذباب، سواء كان من الجانب المغربي او في الجانب الجزائري او في الاعلام الجزائري، هو فشل. وهذا يؤكد في نهايه المطاف سليم اخويا ان الشعوب، وهذا جيل جديد ربما في المغرب الشباب المغربي والشباب الجزائري الى اخره ربما ما يعرفوش القاده الحركه الوطنيه. ربما هذا الشباب المغربي ما يعرفش قاده الحزب الاستقلال في المغرب الفاسي الى اخره. ونفس الشيء بالنسبه للشباب الجزائري. ورغم ذلك الحلم الذي كان يراود رواد الحركه الوطنيه في تونس في الجزائر وفي المغرب، والذي تجسد في مؤتمر طنجه الى اخره من وحده مغاربيه الى اخره. نعم. 1958 بالضبط الى اخره، مغروس في اذهان الشعوب. هذه طبيعه. حاول ما تحاول من الدعايه، من السب والشتم والكراهيه ونشر الكراهيه. في النتيجه الواقع النتيجه فهي انها تفشل. هل بغض النظر لا اسمي ولا المهم من يريد الفتنه بين الشعوب سيفشل، لا اكثر ولا اقل. وانا كنت قانع صراحه. شوف انا المغرب خاصه المغرب، وانا مانيش من الغرب الجزائري، انا من الشرق الجزائري. صراحه انا كي نروح المغرب عندي مده ما نعرفش كي رحت كنت في دراسه حول التجربه المغربيه للعداله الانتقاليه الى اخره. صراحه يعني بكل موضوعيه، واحس انني في بلدي الثاني صراحة. يعني حس في بلد ثاني. عندي أصدقاء المغاربة كي نحكم يعني تاكسي. أنا مرة واحد مسكين يعني شوفير تاكسي، كنت من دار البيضاء رايح الجديدة إلى آخره، عرفني بلي جزائري، يحكي لي على أبوه كان تاجر في مهران وشريكه بحيث. قال لي مازال يبكي على قال لي شريكه الجزائري اللي هو أخوه. قال لي كان جيب لي معلومات. قلت له أنا من قسنطينة، أنا مانيش من وهران. يعني هناك جسور يعني تحاول بالقرارات السياسيه الى اخره ان تكسرها، ولكن مستحيل صراحه مستحيل. وهذا هو انا شخصيا لا اعطي يعني الاهميه الكبرى. سي كونتر ناتور، يعني لان تحاول انك تقسم بين الشعبين لا تؤدي. قد تكون موجوده في المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في الحقيقه الوجدان الشعوب والله لن تؤثر. وهذا ما اثبت الواقع. جميل. وبالفعل يعني مثل ما قلت استاذ سفيان انه هذا ما اثبته الواقع، يعني والواقع المعاش خلال هذا الاسبوع، والصور ما زالت تاتينا من المغرب. في دقيقه ونصف يعني كيف تعلق على هذه المشاهد؟ خليني نتعاطف مع صاحب القرار ونحط نفسي في مكانه. نحاول نشوفوا الرؤيه اللي يخضر بها الموضوع. طيب المغرب يستضيف كاس افريقيا والنظام في خصومه معه. امامك حلين. الحل الاول انه تراعي باللي عندك مناصرين الفن، وفي هذه المرحله تهدئ حفاظا على المناصرين تاعك، لان هذه هي المهمه الاولى لك كصاحب قرار. خلي الاعلام الرسمي هادي، تبعوا المواضيع بكل راحه، واذا تطورت الامور حسينا باللي ما هيش ماشيه نتفاعل معها حسب السياق نتاعها. يا سيدي حتى اذا وصلنا الى ما لا يحمد عقباه، يعني ما نعرف ما خسرنا مناصر. عندنا ترسانه من القنوات غير الرسميه اللي لسانها طويل وغير محسوبه على الرسميين، فانت قل ما تشاء. لكن الاعلام الرسمي يحافظ على رزانته باش يبقى دائما في هذاك الاحترام تاع الاعلام الرسمي. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني واش درت انت؟ الاعلام الرسمي بثلاث تقارير في نشره واحده تشتم في المغرب. جميل جدا. ما الذي فعل المغرب الرسمي؟ واش خسر عليك؟ خسر عليك بقلاوه وكاسته.
وخرج المؤثرين الجزائريين اللي راحوا للمغرب يشكرون في الاستضافه. المؤثرين تاعك اللي انت نتذكروا وزير الاعلام كان داير لهم اجتماع، صحيح تتذكر، وكان يقول لهم الجبهه ونديروا جبهه وطنيه وسمنا لك واحد صحفي يهاجموننا او ساقول كلاما كبير. هذوك خرجوا من المغرب يمدحون الاستضافه. ما الذي حدث؟ السلاح نتاعك كثير عبيد. الم يكن عقلانيا ان انت في هذه المرحله تلعب السوفت؟ وما نقول لكش العب السوفت يعني دائما، لا فوت هذه المرحله، واذا تطورت الامور حدثت اي حاجه معليش ما فيش مشكله. لكن الذي حدث هو العكس، وهو بالفعل الذي حدث هو العكس بسوء تدبيرك. والله العظيم والله العظيم يعني لو يكون المسؤولين المغاربه امناء لازم يكتبوا رساله شكر لجماعه النظام الجزائري لانهم يقدموا لهم خدمات لا اول لها ولا اخر. هذا يعني يكون يعني يمشوا في الموضوع الى اخره، لازم يعترفوا يعني لا يوجد خصم افضل من هذا، يعني خصم قاعد يسجل على روحه. شكرا لك جزيل الشكر استاذ ابو طالب، شو ضحكني في هذا. ولكن وصلوا الى القناعه ان هناك قطيعه، وهذه الخطوره بسببهم هم مش بسبب الشعب. خطوره تاع الحاجه هي هناك قطيعه ما بين الشعب وبين القياده تاع الجيش الى اخره. وانا اقولها لك صراحه، ربما سنتكلم على موضوع المباراه الكاس. نعم انا جاي لها انا بالضبط الى اخره، ولكن نربطها الى اخره. ما ذكرناهاش الموضوع الى اخره. في احدى المباريات اعتقد في الكاس العربي، نعم اعتقد المغرب اللي فاز به ولا نعم المغرب فاز بكاس العرب، نعم. بالضبط كانوا، لكن الكل شهد وهما سجن ناس من شباب الجزائريين من المظليين الباراشوتيست، يعني من النخبه نعم النخبه في الجيش، دايرين فيديو يشطحوا فرحانين بفوز المغرب فريق الفريق، وتكلموا قالوا احنا خاوه، وهذه الحقيقه. تم سجنهم وكانهم مانيش فاهم واش من جاني معناتها تسجن ساكن شباب مستعد الى اخره، كانوا برمانوس يزهاو فرحوا باخوانهم الى اخره. لان في نهايه المطاف وانا نقولها لك يا سليم، والله القياده العليا والله عارفين بلي ما عندهم علاقه مع هذا الشعب الجزائري. المؤشر الواضح على البون الشاسع والفرق الشاسع بين البون هذا يا بنقولها لك بين بروباغندا السلطه وواقع الشعوب. نعم هذه حاجه. ثانيا اقول للتلفزيون الجزائري الرسمي انتم قوم لا تستحون، انتم قوم الى الان ما تحشموش، ولو كان جيتوا تحشموا انتم والكثير من القنوات والكثير من الجرائد كنتوا جيتوا تحشموا، كنتوا هذيك الصور الرائعه اللي راهي موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي تبثوها في تلفزيوناتكم لانها عامل مساعد على وحده الشعوب وتعطيك كارطه ليك يا سيدي نهار كاش ما تحب دير حاجه على الاقل بينك وبين الشعب عندك السند. قال انه هناك سند شعبي لاي مبادره، لانه فعلا القطيعه بين الجيران لن تكون ابديه سواء عندنا في المنطقه صحيح. ولا في مناطق اخرى. يعني تعرف احنا البارح نكتوا مع الزملاء، فانا ولا نشوف نتصفح كان فيديو لمناصر مغربي مع الجمهور الجزائري ويردد معهم النشيد الوطني. فانا علقت قلت لهم لو كان العكس كانوا يطبقوا عليه شوف قانون تجريم الاستعمار وسحب الجنسيه وقانون المرور 87 مكرر. لكن بالمقابل انا صادفني تصريح من تصريحات بعض الصحفيين على اليوتيوب، واحد مثلا ما نذكرش اسمه يجيب هذا الناس الجزائريين اللي يتكلموا على ويقولوا باللي اخطوكم من الفتنه راي الامور هذه، يقول بالعباره هذه قال اسمع احنا بعثناك باش تناصر الفريق الوطني، ما تحكيش في السياسه، ولما تقول افتحوا الحدود برككم الفتنه راك تتهم في السلطه تاعك لان السلطه تاعك هي اللي غلق الحدود. شوف كاين واحد مناصر اكثر من ذلك، يعني شوف مناصر قال انا بالفعل جيت وعندي هيبه، يعني عندي بطبيعه الحال يعني قالها بالفيديو راه موجود في تيك توك وموجود في فيسبوك وعلى اليوتيوب. قال جيت وفي بالي حوايج، يعني مو معبي من هالبروباغندا. انت عندك تلفزيون رسمي نشرة اخبار ثامنه كل يوم، روح شوف اليوم، روحوا يا جماعه شوفوا نشرة الاخبار تاع اليوم، ما زالوا يحكيوا على المغرب بالخيبه يعني. فهو قال انا جيت معبي يعني في النهايه شويه كذا يضارب يعني. والله هو يحكيها، قال لك لما وصلت شفت هذاك الاستخبار شفت ذيك الاجواء حرت يعني صحيح تناول، يعني هو دخل له الشك في حاله. اذا نقول ما نقوله في هذه القناه منذ مده، خلافات مناكفات بين الأنظمة شيء، علاقات الشعوب شيء آخر